بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحاجه الحلوه ديت اللي هي الشعريه باللبن. كل الناس بتموت فيها وبتعشقها، بالذات في فصل الشتاء في الساعه اللي احنا فيها دي. هنسمي بسم الله. اول حاجه حطيناها الزبده، ودي معانا كوبايه شعريه. هبدأ اقلبها كده على النار لحد ما تحمر. انا عايزاها لون ذهبي كده وجميل. كل الشعرية تبقى لونها ذهبي كده وجميلة زي ما هوريها لكم دلوقتي. انا دلوقتي بقلب اهو لحد ما اخد اللون اللي انا عايزاه. اهو يا جماعة، هي ما بتاخدش وقت، بتتلون على طول اهي زي ما انتوا شايفين كده. اهو شايفين اللون الذهبي؟ هي كده احمرت كلها، اتحمرت كلها. هو ده اللون اللي انا عايزاه يا جماعة، ما غمقهاش عن كده. هبدأ دلوقتي احط عليها كوباية مية اهي يا جماعة، كوباية مية عادية من الحنفية اهي، علشان الشعرية لازما تطيب الاول في مية اهي. دي حوالي كوبايتين مية، وهغطي عليها وهسيبها لحد الشعرية نفسها ما تستوي. هرجع لكم بقى بعد ما تستوي. اهو يا جماعة شايفين كده هي بتغلي اهي، وهسيبها شوية لحد ما المية الشعرية تشرب المية بتاعتها. اهو يا جماعة لازم الشعرية تشرب المية بتاعتها كلها علشان اخد نتيجة مرضية. اهو وابدأ احط هنا، دي عندي رتل لبن اهو يا جماعة. شايفين الشكل؟ كل ده بفضل الزبدة، وعندي اللبن برضو دسم علشان يدي طعم كويس. وهنا عندي حطيت نص كوباية سكر، وطبعا زي ما بقول لكم كل مرة السكر ده على حسب الرغبة، انتوا بتحبوه ايه. بس هو السكر المظبوط نص كوباية سكر على رتل اللبن بيبقى طعمه مظبوط ان شاء الله. هبدأ بقى اقلبها كده لحد ما السكر يدوب، وهحط نقطة فانيليا. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد ما تقلب. هنا ده معايا معلقة نشا كبيرة وعليها ربع كوباية مية. وده يا جماعة علشان اخلي السمك تقيل شوية زي المهلبية كده. اهو ده معانا، هو رتل اللبن بياخد معلقة بس كبيرة نشا، ما نزودش عن كده يا جماعة. هي معلقة واحدة بس على ربع كوباية مية. وهقلب كل المقدار ده مع بعضه، وهستنى هنا لما الشعرية تقلب بس كده تغلي غلوة. وبعد كده هبدأ اضيف النشا اللي معايا علشان يدي سمك بس الايه للبن اللي معايا ده. انتوا شايفين كده سمك اللبن خفيف اهو. انا هحط بقى النشا علشان يديله سمك زي الكريمة كده. هبدأ اهو كده غليت، هبدأ ايد بتقلب وايد بتصب يا جماعة عشان ما يتكلش مني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بقى شكلها زي الكريم شانتيه ازاي؟ اهو يا جماعة، والملمس ناعم وجميل. وهسيبها تغلي غلوة علشان النشا يستوي معايا. وبعد كده هبدأ اغرفها في اي اطباق، في اي كاسات اللي انتوا حابينه كده، ان انا هقفل عليها وابدأ اغرف في اطباق. اهو يا جماعة شايفين السمك؟ هو ده السمك اللي مطلوب. دلوقتي هي تبان خفيفة بس بعد شوية بتتقل، يعني هي معلقة نشا بس كفاية. هي خفيفة دلوقتي بس لما بتقعد بتتقل. هبدأ انا بقى هملى كل الاطباق، الكمية كلها هملاها في اطباق. وبعد كده هوريكم بعد شوية. هسيبها تبرد شوية وهرجع لكم علشان اوريكم السمك بعد كده هيبقى عامل ازاي بعد ما تبرد. اهو يا جماعة انا عملت كل الكمية، شايفين بسم الله ما شاء الله. كوباية شعرية واحدة عملت لي كل المقدار اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بعد شوية هسيبها شوية كده تبرد وهوريكم ان هي هتعمل وش اهي يا جماعة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ مفلفل وجميل اهي، الشعرية مفلفلة وعاملة وش اهي يا جماعة. ولو سبتها اكتر من كده بتعمل وش مكرمش زي رز بلبن. جربوها وان شاء الله مش هتندموا، هتدعولي بإذن الله. وطعمها جميل ومفلفل وهيعجبكم ويعجب اولادكم. وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة. ودي يا جماعة طبق بقى سبته لحد تاني يوم عشان اوريكم برضو ان هي كل ما بتقعد بتتقل. شايفين القوام؟ شايفين يا جماعة؟ عاملة زي الكريم بالظبط، الكريم شانتيه. وشايفين القرمشة الكرمشة اهي، وشها
مكرمس زي الرز بلبن اللي احنا بنجيبه من المحلات. شايفين القوام بتاعه بقى عامل ازاي يا جماعة؟ انا خليت لكم ده لتاني يوم علشان اوريهولكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.